في غابة هادئة وجميلة، كان الأرنب الصغير نديم يستعد للنوم. خرج نديم إلى الشرفة الصغيرة ونظر إلى السماء الزرقاء الداكنة، فرأى النجوم الصغيرة تلمع مثل حبات السكر المتناثرة في الفضاء. كان الهواء عليلا ومنعشا، يداعب أذنيه الطويلتين بلطف. جاءت الأم ليلى وحملت لنديم كوبا من الحليب الدافئ الذي تفوح منه رائحة العسل. شرب نديم الحليب ببطء، وشعر بالدفء يسري في كل جسده الصغير. بعد ذلك ساعدته أمه في غسل وجهه الصغير ويديه، ثم لبس بيجامته القطنية المريحة التي كانت ناعمة مثل لمسة السحاب. اقترب نديم من النافذة مع أمه ليلى ليلوح للقمر الكبير الذي بدأ وكأنه يبتسم لهما من خلف الغيوم. قال نديم بصوت منخفض: تصبح على خير أيها القمر الجميل. همست الأم ليلى لنديم بقصة قصيرة عن غابة الأحلام السعيدة، حيث تلعب الفراشات الملونة فوق زهور القطن الناعم. استلقى نديم في سريره الوثير، وأغمض عينيه الجميلتين وهو يشعر بالأمان والراحة. غطته أمه بلحاف ملون ودافي، وقبلت جبينه قبلة رقيقة. والآن حان وقتكم أنتم أيضا يا صغاري لترتاحوا وتغلقوا عيونكم. تصبحون على خير، وأتمنى لكم أحلاما سعيدة.